من المؤكد أنك شاهدت حيوانات غريبة في بعض الأفلام، وقلت هذه الحيوانات من المستحيل أن نجدها على كوكبنا في يوم من الأيام. حسنا، اليوم سنغير لك رأيك، حيث سنعرض لك حيوانات مذهلة ورائعة ومختلفة حقا. خيار البحر. هذا الكائن الرخوي الذي يشبه الدودة الضخمة هو كائن بحري، جسمه قد يكون أملسا أو به بروزات، وهو يختلف طبقا للوضع المحيط به. كما يأتي بأحجام مختلفة، فقد يكون صغيرا للغاية مجرد بضع سنتيمترات، ومن الممكن أن يكون ضخما يصل إلى 5 أمتار، وهو يعتبر ذو قيمة عالية للصيادين البحريين متعددة الأرجل. كائنات دقيقة وغريبة حقا، حتى أنك إذا رأيتها ستشعر بالصعوبة من أن تقوم بعد أرجلها. حسنا، هذه الكائنات حقيقية للغاية، وعثر عليها بالصدفة في إحدى حدائق كاليفورنيا، حيث اكتشف العلماء هذه الفصيلة الجديدة من الديدان، والتي تحتوي على حوالي 1000 ساق، وهي مختلفة لأنها تزيد عن مثيلاتها ب414 ساق. يرقاتها تخرج مغطاة بالشعر، وللعلم هذه الدودة الصغيرة يمكنها فرز مادة سامة لحماية نفسها. يعكف العلماء الآن على دراسة هذه الكائنات لمحاولة فهمها بصورة أفضل، وللأسف لم يتوصلوا للكثير عنها، لذلك قرروا دراسة المنطقة التي عثر فيها على هذا النوع من الديدان في محاولة منهم لفهم الصورة الكاملة. العضاءة اليابانية. اليابان معروفة بوجود كائنات ضخمة بها، ويوجد بها أكبر أنواع العضاءات في العالم والمعروفة بالسلمندر، وقد تم إضافة هذا النوع في كتاب الفصائل الشهير والمسمى بالكتاب الأحمر. هذا النوع من العضاءات معرض للانقراض، لذلك يتم حمايته وحراسته من قبل الحكومة. جسمها أملس ولامع، العينين قريبتين من بعضهما البعض، طولها يصل إلى 165 سنتيمتر، ووزنها 26 كيلوغرام، وهي قوية للغاية وخطيرة للغاية. يستخدم شحمها لصناعة بعض الوصفات، حيث يقال أن شحومها تساعد في التغلب على بعض مشاكل الهضم والأناس الذين يعانون من مشاكل في الدم، لذلك هذا الحيوان يعتبر قيما للغاية. ملك الرنجة. هذا المخلوق ذو الشكل الفريد وغير المعتاد هو نوع من سمك الرنجة، وسبب تسميته بملك الرنجة هو لامتلاكه تاجا بنيا على رأسه. عندما يعوم في الماء ترتفع زعنفة التاج فوق رأسه بشكل مهيب، يسميه اليابانيون بملك البحار، وله أسماء أخرى، فيسمى أيض بالحزام. حجمه كبير للغاية، يصل إلى 5.5 متر، ويصل وزنه إلى 250 كيلوغرام، وهناك منه فصائل تصل إلى 17 مترا، ولذلك سجلت هذه السمكة في موسوعة جينيس. الحبار مصاص الدماء. من المؤكد أن اسمه المرعب يدل على شيء ما وليست مجرد تسمية. حسنا، إذا أمعنا النظر له سنفهم السبب. هو يشبه الوطواط قليلا، وهو من ذوات الدم الأزرق، يعيش في أعماق البحار على عمق 400 إلى 1000 متر، حيث تكون مستويات الأكسجين أقل، حيث يمكنه العيش مع نسبة أقل من الأكسجين والتي تصل إلى 3%. على الرغم من ذلك فإن حجمه صغير، حوالي 15 سنتيمتر، وقد يصل في بعض الحالات إلى 30 سنتيمتر. بعض خواصه تتشابه مع قنديل البحر، فهو يتوهج في الظلام. المحار اللزج الطويل نوع من الكائنات البحرية، ينمو ليصل حجمه إلى 1 متر ووزنه 1.5 كيلوغرام، ويوجد فصائل يصل وزنها إلى 9 كيلوغرام. جسمه يشبه خرطوم الفيل، ولذلك يسمى أيضا بخرطوم الفيل. ملتصق به صدفة رقيقة للغاية. قبل 4 عقود لم يعلم أحد خارج الولايات المتحدة وكندا أي شيء عن هذا الكائن، ولكن بدأ اصطياده منذ 40 عام وإرساله إلى المطاعم والمتاجر، حيث يباع الواحد مقابل $60 على الأقل. قيثارة الإسفنج. نحن لا نعلم جميع الفصائل الحيوانية الموجودة في البحر، ولكن بفضل الأجهزة الحديثة تم اكتشاف الكثير من الفصائل والتي تم العثور عليها في أعماق البحار. ولقد عثر العلماء على اسفنجة بحرية شكلها يشبه آلة القيثارة الموسيقية. اكتشف هذا الكائن في الساحل الشمالي لكاليفورنيا، به شفرات متعددة تشبه شفرات القيثارة، أطرافه الرفيعة مغطاة بخطاطيف تسمح له بالقبض على فريسته بكل سهولة، حيث يحيط بالفريسة ويبدأ الإسفنج في إذابتها وهضمها بكل سهولة. لو قابلت هذا الكائن لا تحاول أن تقوم بلمسه. الدودة ذات الصدفة الظهرية. يبدو هذا الكائن فعلا كما لو كان من كوكب آخر. لون جلده أخضر لامع وهو جذاب للغاية، ولكن يجب أن تقاوم إغراء محاولة القيام بلمسه. هو لن يعضك لأن هذه الدودة تتغذى على الأعشاب فقط، لكن لا يوجد أشواك على جميع أنحاء جسمه. لسعة شوكته مؤلمة للغاية،
والمهم أنه يعادل ألم التعرض للسع من نحلة، وستعاني بعدها من التورم والألم لعدة أيام. يعيش هذا الوحش الصغير في الصحراء وحدائق تكساس وفلوريدا. الضفدع القرمزي. هذا الضفدع يقضي معظم حياته تحت الأرض، ويخرج لأسبوعين فقط من أجل التزاوج. منزله يكون صغيرا للغاية، وهو موجود في مقاطعة سيغيرا في الهند. تم اكتشاف هذه الفصيلة عام 2003 بعدما رأى سكان المقاطعة كائنا يشبه الضفدع، ولكن ملمسه جيلاتيني، ولم يصدقهم العلماء حتى شاهدوه بأنفسهم. جسمه دائري يجعله يبدو سمينا، رأسه صغير ووجهه مدبب للغاية، وعيونه بيضاء جاحظة أمامية. لديه حاسة شم قوية للغاية. هو ضفدع قوي ويستطيع بناء منزله بسرعة خلال بضع دقائق. تريد أن ترى المزيد من الفيديوهات على قناتنا؟ نحن نساعدك على ذلك. اضغط على أيقونة الجرس، ستكون على يقين أن كل الأصدقاء هنا، ومن ثم ستحصل على إشعارات بالإصدارات الجديدة. للمزيد اشترك في قناتنا لمشاهدة كل ما هو جديد وممتع.